أهلا بيكم وهوية بيزنس بودكاست. حلقة النهاردة بتتكلم عن واحد من أكتر التخوفات اللي بيكون عند أي بيزنس أونر. لو أنا كوتش، لو أنا ترينر، لو أنا شخص عندي بيزنس، دايما بيبقى عندي التخوف بتاع هو أنا هبيع، هو أنا بعرف أصلي، ولا دي حاجة ممكن طول الوقت تعطلني ناحية إن أنا أوصل للنتيجة اللي أنا عايزة أوصل لها. حلقة النهاردة مختلفة، واللي هيكلمنا أكتر عن الموضوع مروان نصار. هاي مروان. هاي صافي، ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ الحمد لله، أنت عامل إيه؟ كله كويس الحمد لله. كله كله تمام. كويس. طيب مروان، هو أنا لازم يكون عندي قدرة مبيعية خطيرة أو المنتج بتاعي، سواء أنا بقى باشتغل في أي حاجة، عشان خاطر أقدر أوصل للنتيجة اللي أنا عايزة أوصل لها؟ دي حاجة سهلة؟ بصي، هي سكيل دلوقتي بقت اساسيه يا صافي. محتاجين اعتقد كل الناس اللي هم عندهم رساله وحابين ان هم ينشروها، محتاجين ان هم يبقى عندهم قدر ما من الدرايه بان انت ازاي تبيع او ازاي تقدر توصل الرساله بتاعتك وتقنع بيها غيرك. لان لو الرساله فضلت عندك ما اعتقدش ان هي هتكون يعني مفيده قوي، لانك انت كده كده عايز توصلها لاكبر عدد من الناس. فهي مهاره المفروض أي شخص عنده رسالة يتسلّح بيها. فأنت لو coach trainer consultant صاحب شركة، ما تعتمدش فقط على إن أنت عندك فريق للمبيعات. المفروض أنت تبقى أول واحد بتبيع، أو أول واحد بتعرف إزاي تبيع. ما تسلّمهاش لحد تاني، أو لو هتسلّمها لحد تاني محتاج إن أنت تسلّمها لحد تاني بأسلوبك اللي إحنا هنتكلم عليه النهارده. ولكن في نفس الوقت لازم إن أنت تكون أول شخص بيبيع داخل الشركة، سواء ممكن بتبيع بشكل مباشر أو بتبيع بشكل غير مباشر. فأنا عندي فكر زي ما هنتكلم كمان شوية. أنا عندي تأثير، أنا هinfluence الناس عن طريق خطوات معيّنة أو حاجات معيّنة إحنا هنناقشها في الحلقة بتاعتنا النهارده. أنا فاهماك كده صح؟ يس، يس. تخيلي مثلًا واحد واقف مثلًا صاحب مثلًا تخيلي معايا ستيف جوبز واقف على الstage مثلًا بيmarket للآيفون، وهو ما عندوش الدراية بإزاي يmarket وإزاي يsell. ممكن على فكرة يكون عنده فريق من المبيعات هياخد منه الكلام ده، وهياخد الناس المهتمة ويبدأ إن هو يتكلم معاهم. ولكن يس. هو أساسًا الfirst impression اللي عند الناس وستيف جوبز واقف بيتكلم، مش عارف يعرض المزايا، مش عارف يعرض الpain، مش عارف يعرض الneeds، مش عارف إيه هو أساسًا الproduct اللي بيتكلم عنه، مش واثق في الproduct نفسه. فأكيد ده هيأثّر على الناس اللي هتيجي بعد كده تروح للناس الsales أو الناس المبيعات. فلازم أنت كCEO أو كصاحب رسالة أو صاحب فكرة أو صاحب منتج أو صاحب شيء بتقدّمه للناس، لازم أنت تكون أول واحد بيبيع. لإنّك سواء إن أنت حطّيت ده في دماغك إن أنت أول واحد بيبيع أو ما حطّيتش، كده، كده الناس يا إمّا بتشتري منّك أو ما بتشتريش منّك قبل ما تروح لفريق المبيعات بتوعك. فزي ما ستيف جوبز بقى هو مربوط بApple، فأنا النهارده كصاحب عمل، الناس هتربط، أو اللي أنا متوجه لهم، العميل بتاعي هيربط بصفة مستمرة ما بين الحاجة اللي أنا بابيعها دي وما بيني أنا كشخص. والنهارده بقى إحنا هنتكلم إيه الخطوات اللي نقدر نعملها عشان يربط ما بيني وما بين المنتج بتاعي وما بيني أنا كشخص، صح كده؟ ده حقيقي، yes. طيب يالّا بينا. إيه بقى الخطوات يا مروان اللي نقدر نتكلم فيها عشان خاطر نعرف أكتر ونطبّق الفلسفة دي بطريقة مختلفة شوية؟ بُصّي، إحنا يعني عايز أقول لِك رقم هو يخُض، بس هو حقيقي، أوكي؟ يالّا بينا. يعني إحنا اتعاملنا مع ناس وقدرنا مثلًا خلال 12 سَنة إن إحنا سواء إحنا أو العملاء بتوعنا نجيب أكتر من $5.000.000. أوكي؟ واو! يعني الناس تدخّل من خلالنا أو من خلال الservice اللي عملناها معاهم أكتر من $5.000.000. فإحنا آه. شُفنا ناس كتيرة بتبيع. يعني كلمة إن إمم. هو داخل لهم الفلوس دي وإحنا كنا شهداء عليهم. ف وإحنا طبعًا كان عندنا الbusiness بتاعنا. فإحنا شُفنا الناس بتعرف تعمل بيع إزاي، والناس اللي بتعمل بيع كويس إيه اللي بيميزها. فأنا حاولت إن أنا ألخّص كل الموضوع ده في 5 حاجات أنا شُفتهم حاجات أساسية للشخص أو للشركة اللي بيقدروا إن هم يبيعوا بشكل أفضل. هايل. أوكي، أوكي. متحمسين؟ يعني يالّا بينا. 12 سَنة $5.000.000 في 5 خطوات. أيوه، يالّا أوكي. بينا، هنسمع ونطبّق وندخّل أول $5.000.000. يالّا بينا. أول 5 كتير يعني واحدة، واحدة نبدأ واحدة، واحدة.
يالّا بينا. أول مرّة حصل في عقلي shift للمبيعات كانت في ممكن أقول في presentation حضرتها لواحد من الmentors والmentors دول ما كانش بيتكلّم على business خالص، هو كان بيتكلّم على حاجة ليها علاقة بالmindset والlimiting beliefs والمعتقدات السلبية اللي هي أحيانًا موجودة عند الناس. فهو قال لنا اكتبوا حاجة عندكم كده معتقد سلبي موجود عندكم بيمنعكم إن أنتم تعملوا شيء معيّن، وتعالوا ندردش فيه مع بعض. فأول معتقد سلبي جالي مثلًا ممكن تقولي من 10 سنين أو حاجة، إمم. إن أنا مش بيّاع وما باعرفش أبيع وما باحبش البيع وما باحبش التسويق. إمم. أوكي، الخوف يعني بتاع وده الناس. yes إن هو ده إمم. مش عايز أقول لهم هاتوا فلوس ومش عايز أبيع، فاهمة؟ بُحرج، يعني أنا من إمم. الناس اللي باُحرج إن أنا باطلب من الناس حاجة. في ناس كتيرة ممكن تسمعنا يكون عندهم الموضوع ده، فده limiting belief يعني أنا لو عندي الموضوع ده مش هاقدر إن أنا أشتغل وما باقدرش أطلب من الناس حاجة. ده نتيجة إن أنا كان معلّق في دماغي إن البياعين وإن المسوقين هم عايزين يضحكوا علينا، فاهمة؟ يعني اللي هو زي لو بيخبّط الباب ولازم تاخد مش عارف إيه، فاهمة؟ فده اللي كان عندي. فأول حاجة يعني كتبتها وغيّرت وجهة نظري عن المبيعات وعن التسويق، هو إن أنت تاخدها لملعبك. بتشوف قيمة من القيم اللي عندك وتربطها بالبيع، فأنا ما لقيتش أفضل من قيمة العطاء أو الserve. فبدل إمم. ما تقول sell إن أنت تقول serve يعني ما تقولش إن أنا I'm selling I'm يس. باقدم لهم service أو إن أنا باsolve a problem بالنسبة لهم. يس. فدي أول حاجة شُفتها عند مديرين المبيعات، رواد الأعمال، لمّا دي بتحصل حاجة في الpsychology بتاعتك بتتغيّر، ووجهة نظرك عن المبيعات بتتغيّر، لإن أنا I'm not selling I'm solving your problem أنا باحل مشكلتك، وأنا باحاول إن أنا أساعدك تحل المشكلة. وهنا لمّا درست بقى التسويق وعلى يعني بشكل كويس وربطناها بالpsychology هي دي إمم. الفرق ما بين إن أنت تكون guide اللي إحنا اتكلمنا عليها أكتر من مرّة، وما بين إن أنت تكون hero. الhero إمم. أنت لازم تشتري لإن إحنا أفضل ناس موجودين في السوق. الguide طَب إيه اللي واجعك؟ أنت مش عارف تاخد قرار تشتري إيه النهارده؟ طيب قُل لي قُل لي ممكن أساعدك إزاي؟ قُل لي إيه الاختيارات اللي موجودة عندك؟ قُل لي كذا، قُل لي كذا. فI'm guiding you I'm not selling to you إن أنا بأرشدك ولكن مش بابيع لك. فدي أول حاجة أعتقد في حياتي أنا غيّرت وجهة نظري عن المبيعات، يعني مش محتاج أحلف، ولكن لمّا دي بس طبّقناها في الsales team اللي موجود عندنا، يعني أقدر أقول لِك إن الconversion rate بتاعنا doubled or tripled. واو! يعني on the فكرة spot إن أنت على طول. على على طول أوكي. لأنها psychology إن أنت ما تبيعش لحد حاجة، خلّيك إن أنت try to serve them. أنت guide not a selling representative. You are a guide. فلمّا الsales person اللي موجود عندي وفي الشركات اللي إحنا بنشتغل معاها، هو بيعرف إن أنا guide فهو بيحس أساسًا بمكانة مختلفة عن إن أنا بتاع مبيعات. صح. فالمكانة نفسه اللي هو بيتكلم بيها مع الشخص بتبقى مختلفة. فدي صح. أول حاجة يعني يا صاحبي. أوكي perfect. عايزة أقول لك حاجة interesting كنت شُفتها in relation للي أنت بتقوله ده. اهم، الowner بتاع علي بابا اسمه جاك ما. افتكرت مرّة اهم، كده كنت باتفرّج على فيديو ليه، وكان بيتكلّم إن هو قعد سنين وسنين يعاني، مش عارف إزاي يكبّر شركته، especially إن هو كان طالع في وقت بقى الإنترنت booming أوي وشركات أساميها كبيرة أوي، وهو شايف إنه اللي هو الstruggle بتاع كل الناس يعني. وبعدين في لقطة قرّر إن هو يقول أنا هابطّل أفكّر شركتي أنا عايز أحقق كام مليون وهافكّر فين المشاكل اللي هابدأ أشتغل عليها. وعجبني أوي الlink بقى اللي أنت بتقوله إن فكرة إن هو بيقول دايمًا إن إحنا عندنا vision والvision إمم. بتاعتنا إن إحنا ما نبقاش في China بس، وإن ده كانت نقطة الانطلاق وإن إحنا نكبر من ده. فقد إيه اللي أنت بتقوله فعلًا، فعلًا يُدرّس، يعني حاجة اتعملت في business وأسامي كبيرة وحاجات اتطبّقت، ده حقيقي. طيب أنا دلوقتي عرفت أنا عايزة أعمل إيه، عرفت إن أنا باlead، أعمل إيه بقى بعد كده؟ في كلمة سر دايمًا إحنا بنقولها في الpodcast ده، في كلمة سر لو أنت قدرت إن أنت تعملها سهل جدًا إن أنت تبيع لأي حد، وسهل أوكي. جدًا إن أنت تخش قلبه، وسهل جدًا إن أنت تخش جيبه. أوكي؟ أوكي.
هي الtrust، هي الثقة، أوكي؟ صح. دي كلمة دايمًا السر، الثقة. وعشان كده فكرة الbranding بتساوي ثقة. يعني خلّيني أقول لِك مثال، أنتِ عارفة إن لمّا في شركات بتبيع الassets بتاعتها أو الأصول بتاعتها، جزء من الأصول دي الهوية بتاعتها. يعني ممكن إن أنا مثلًا أروح أشتري كل المحلات بتاعة H&M كلّها إمم. برقم، واشتري الlogo بتاع H&M برقم تاني خالص. عشان ده هوية H&M. الlogo نفسه، يعني ممكن يبيع لي المحلات، بس أنا مش هابيع لك الlogo. الidentity، مش هابيع لك الlogo، مش إمم. هابيع لك الهوية، لإن الهوية دي بتساوي فلوس، هي value في حد ذاتها، يعني الvaluation بتاعها. حتى في أي استثمار يقول لِك الvaluation بتاع الvalue أو القيمة، مش بس هي قيمة الأصول بتاعتك، ولكن هي قيمة الهوية بتاعتك، أوكي؟ فلو فكرتِ بقى في H&M، فكرتِ في تسلا، فكرتِ في Apple، كل دي اللوجو نفسه، الهوية نفسها بتساوي فلوس. ليه؟ لأنها trust، أوكي؟ وهنا بتنشأ مهمة وقيمة فكرة الهوية اللي إحنا بنتكلم عنها، سواء بقى هوية شخصية personal branding أو هوية للشركة. واحدة من الحاجات الأساسية المهمة جدًا في البيع هي صناعة الهوية. إحنا اتكلمنا على صناعة الهوية دي كتير، وفي episodes كتير أو في حلقات كتير ممكن الناس ترجع لها، ولكن كيف تبني ثقة في العلامة التجارية الشخصية أو العلامة التجارية الخاصة بالشركة بتاعتك، من خلال بقى testimonials، من خلال زي ما خلف الأسوار والناس بتبُص عليك إزاي، من خلال الناس بتقول عليك إيه، من خلال الvalues اللي أنت بتحاول تقدّمها، من خلال صوتك، من خلال الفلسفة بتاعتك، كل ده بيساوي صناعة الهوية أو الtone of voice كمان اللي أنت بتستخدمه. فدي واحدة من العناصر المهمة جدًا اللي لمّا حد بيعملها كويس بتسهّل عليه إن هو يبيع. very interesting. إحنا اتكلّمنا كتير فعلًا في حلقات كتيرة على الثقة وبنائها، ولكن مروان أنت دلوقتي بتقول حاجة مهمة أوي كمان، فكرة فكرة صوتي والcommunication بتاعي وأنا باتعامل مع اللي قدّامي إزاي. متهيأ لي دي نقطة محتاجين إن إحنا برضه نأكد عليها أوي في بناء الثقة، لإنه بيبقى في ناس عندها علم كتير جدًا وفعلًا، فعلًا بيبقوا هايلين، ولكن في حتّة الثقة والcommunication تحس في حاجة ناقصة، فالحتّة دي ممكن الناس جدًا. تشتغل عليها إزاي؟ يس. يعني دايمًا بانصح إن واحد من الكتب اللي أنا باحبها جدًا، 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 اللي هو اسمه unconscious branding. إمم. يعني إزاي ممكن تعمل هوية unconscious، يعني غير إيه، غير مرئية. غير ال مرئية بالنسبة للناس، أو ولكن يعني أنت يعني مش أيوه. مش يبقى أنت مخطط لها، يبقى هي كده yes أوكي. أنت مخطط لها بس غير، يعني مش غير بشكل مباشر. yes فهي مش بشكل unconscious، يعني في العقل الباطن، يعني هوية إمم. باطنية. فإزاي yes. تقدر إن أنت تخلقها؟ خلّيني أقول لِك حاجة صغيرة جدًا أعتقد مكتوبة في الكتاب، إن 76% من الناس اللي بيشتروا أي حاجة من أي براندات، بيشتروا عشان إن هم emotionally connected معاها، yes. مش logically connected معاها، مش يعني emotionally بالعاطفة، مش بالمنطق. هم emotionally connected خلاص بقى بApple، emotionally connected مثلًا بحاجة ب ب ب ب بمغني، بعمرو دياب، تامر حسني، yes. هم emotionally connected بالbrand ده، إمم. أوكي؟ وبالتالي أحيانًا الlogic ما بيلعبش هنا. يعني أحيانًا يقول لك مثلًا طب logically شوف كده الأغنية دي شكلها عامل إزاي، يقول لك لأ أنا مش هادخّل أساسًا الlogic بتاعي، ده عمرو دياب، مش داخلة الlogic. أكيد مش أكيد حلوة الأغنية أكيد تمام قايل، يعني. أكيد قايل أيوه. حاجة عظيمة جدًا. أيوه. فهنا إن الemotion بتلعب دور أكبر في الموضوع ده. yes I agree. ستيف جوبز لو هنكمّل على الexample بتاع ستيف جوبز لمّا كان بيغيّر الstory بتاعة Apple عمل الcampaign اللي اسمها think differently. بس كان بيقول إحنا مش بنبيع boxes، إحنا Apple بنقول إحنا قايمين على فكرة إنه people بيشتغلوا passion أو عندهم شغف، فبالتالي أي شخص هيشتري مننا هيبقى بيفكّر differently. حتى الإعلان الmarketing بتاعه كان حاجة إمم. خطيرة. yes. فيس I second فكرة إنه emotional والرابطة دي مهمة جدًا، جدًا.
طيب تعالَ نرجع تاني للخطوات، إحنا كده خلّصنا أول خطوة، وخلّصنا تاني 2 خطوة، تعالَ نتكلم عن تالت خطوة. يس. نخش عليها بشكل سريع جدًا. بُصّي، في ناس يالّا بينا. دايمًا اللي هم يقول لِك إن أنت push العميل إن هو ياخد قرار، ولكن في حاجة اسمها اللي هو الsoft selling psychology، إن أنت بتبيع بmicro commitments بتعملها مع الناس. والmicro commitments دي أو اللي هي الحاجات الصغيرة اللي الناس بتشوفها، اللي بتسهّل عليهم إن هم يقولوا في لحظة البيع المباشر. الحاجة دي زي إيه؟ زي ال ال إن أنت زي ما إحنا قُلنا قبل كده إن أنت تقول testimonials، ما تفضلش دايمًا تقول اشتروا، 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 ولكن testimonials، الauthority بتاعتك، اللي هي المصداقية بتاعتك، سواء بقى أخدت جوايز، كتبت كُتب، إمم. الشركة بتاعتك عملت إنجازات معيّنة، العميل يشوفها إنجاز بالنسبة له. يعني مثلًا لمّا إحنا نقول يعني الحمد لله إن إحنا خلال السنة اللي فاتت خدنا 5 جوايز عالمية مش في الشرق الأوسط، 5 جوايز عالمية على إمم. البرامج اللي إحنا بنستخدمها والmix ما بين الpsychology وما بين الbusiness. ده ممكن يكون مفيد للعميل بحيث إن هو يقول له إن الحاجات بتاعتنا حاجات يعني authorized، حاجات يعني موثوق فيها، مش بس موثوق فيها من الشرق الأوسط أو من العملاء بتوعنا اللي هم عاطيين لنا testimonials كويسة أو feedback كويس أو آراء كويسة، ولكن كمان موثوق منها من جهات دولية. فكل الحاجات دي بنسميها soft selling psychology. إمم. فلو أكثرت من الأشياء دي بشكل ما أو بآخر، طبعًا mix ما بينها وما بين البيع المباشر، ولكن لو أكثرت من ده، ده هيخلّي الناس يبقى سهل عليهم إن هم يشتروا منّك. ولو شُفتِ أنتِ معظم الشركات الكبيرة هي مش بتبيع فقط لا غير، يعني السوشيال ميديا بتاعتها مش هتلاقيها بتبيع، بيع، 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 ولكن في حاجة اسمها brand awareness، في حاجة اسمها اللي هم بيوروك achievements معيّنة هم عملوها، فأنت بتبقى عايز تشتري منّهم، عايز تنتمي إليهم، عايز إن أنت تبقى جزء منّهم، وخاصةً لو هم بيحلّوا المشكلة بتاعتك. فدي اسمها أوكي. soft selling psychology يعني. soft selling psychology. لأ yes. نعمل لها حلقة دي لوحدها بقى يا مروان بعد كده إن شاء الله. طيب إحنا قُلنا 5 خطوات، اتكلمنا على 3 خطوات، فاضل selling لنا والserving فاضل لنا خطوتين والpersonal branding كمان نغطيهم. yes selling psychology. طبعًا الرابعة هي what is your offer؟ اهم. يعني في ناس كتيرة طَب أنا حبيت إن أنا أشتري منّك، طَب أنت عندك إيه؟ أول ما تتكلّم على اللي عندك، أهرب أنا منّك. ليه؟ لإنّك ما بتتكلّمش، ما بتجاوبش على الأسئلة اللي موجودة عندي. أعتقد في حلقة عظيمة جدًا على الأقل من وجهة نظري عملناها مع بعض، هي ال12 rule أو ال12 قاعدة عشان تعمل عرض لا يقاوم. فأرجو إن الناس تبُص عليه، لإن ال12 rule دُولة أو ال12 قاعدة دُولة، آمم، هم مش قواعد فقط، ولكن هي قواعد مرتبطة بعقل العميل بتاعك، محتاج إن هو يعرف إيه الوعد اللي أنت بتقدّمه له، محتاج إن هو يعرف مش بس الfeatures اللي أنت بتقدّمها، ولكن الفوايد اللي أنت بتقدّمها. أوكي، في فرق ما بين إن أقول له مثلًا هتحضر البرنامج بتاعي اللي هو 4 شهور، ده كده أنا باقول له إيه الfeature نفسها. آه. ولكن لمّا آجي أتكلّم معاه على الbenefit هاقول له إن خلال ال4 شهور هتقدر تجيب أول 100 عميل بشكل منظّم. هو ده اللي عايز يسمعه، مش الfeature، مش ال4 شهور، هو عايز يسمع التانية اللي هو 100 عميل هييجوا. فال12 دول إحنا هنسيب الlink بتاعه تحت الdescription، ال12 قاعدة، لإن واحدة من الحاجات المهمة جدًا في البيع إن أنت تتدرّب إن أنت تجاوب على أسئلة العميل، سواء مكتوب أو منطوق قبل ما هو يسألك الأسئلة دي. عشان كده الweb site بتاعك مهم جدًا، الlanding page بتاعتك مهمة جدًا، لو هتقف على الstage وتبيع مهم جدًا إن أنت تجاوب على الأسئلة دي وأنت واقف على الstage. وعشان نقول حاجة جديدة النهارده ممكن نبقى نورّيها للناس، في حاجة بسيطة جدًا اسمها value proposition canva. الvalue إمم. proposition canva دي حتى دلوقتي ممكن تبحث عنها على الGPT and so on، وهي سهلة جدًا. الvalue proposition canva دي بتقول إيه هي، بتعرف إيه هو الpain، إيه هو الneed اللي العميل عايزه، وبتعرف هو العميل عايز يحل إيه، بيسموها jobs to be done. يعني مثلًا العميل عايز يخسر وزنه أو يخسر من وزنه كذا، أوكي، ده job to be done، هو عايز
وظيفة يخلّصها. طب إيه الpain اللي عنده؟ الpain اللي عنده إن هو ما عندوش وقت، إن هو جرّب حاجات كتير وما فيش فايدة and so on. طب إيه الgain اللي هو عايز ياخده؟ الgain اللي أنا عايز أخسر وزني بدون تعب وبدون مشقة وفي وقت بسرعة، أوكي؟ فدي 3 حاجات مهمة جدًا محتاج تجاوب عليهم. في الجزء التاني من الvalue proposition canva محتاج تشوف طب الproduct بتاعك اسمه إيه؟ طب الproduct بتاعك هيدّي للعميل إيه؟ سواء بقى هيدّي له إيه على الlogical أو emotional. فدي حاجة اسمها value proposition canva، يعني هندّي كده tips عنها، وكمان هيبقى موجود تحت الdescription، في الdescription إمم. مثال ليها تقدر إن أنت تستخدمه، تاخده تحطه على ChatGPT، Claude، أي حتة، وتقول المنتج بتاعي X Y and Z وعايز أعمل له value proposition canva، أوكي؟ وهتطلع بحاجة مكتوبة تقدر ساعتها إن أنت تاخدها وتبقى عارف على الأقل وأنت بتيجي تعمل الoffer أنا باتكلم عن إيه، أو أنا باعمل landing page أو web site أنا باعمل إيه. متهيأ لي اللي أنت بتقوله ده بيقول ليه هوية business كpodcast مختلف، إنه مش بس بندّي علم وبنتكلم عنه، ولكن برضه في tools، في حاجات الناس تقدر أنا النهارده بعد ما أخلّص الحلقة هاجيب الdocument Value ديّة وأقعد proposition أشتغل عليها. document. This is very very useful يا مروان. Thank you so much for sharing يعني. طيب تعالَ العفو يا نتكلم عن فندم. آخر step أو step number 5 عشان خاطر نبقى Yes، غطينا الstep الstep. number 5 أنا خلّيت أول واحدة وآخر واحدة هم مرتبطين ببعض، إن هي أول واحدة إن أنت في العقلية بتاعتك you need to serve, you need to guide them، وفي آخر واحدة إن أنت محتاج إن أنت to give first إمم. before you أوكي. ask، أوكي؟ يعني you need to give، محتاج إن أنت تقدّم لهم شيء. ممكن تقدّم لهم زي ما إحنا دايمًا بنقول للcoaches trainers consultants، أو حتى معروفة دلوقتي حاجة اسمها value driven marketing، يعني Yes. أو content marketing، يعني التسويق القائم على المحتوى. إن أنت المحتوى بتاعك بيكون غني إلى حدٍ ما، فبيخلّي العميل أنا متعلّم وأنا منتمي ليك وأنا لسه ما دفعتش حاجة، ولكن أنا باتعلّم منّك، باخُد أفكار، باخُد أشياء. عشان كده podcast ظهرت كتير، اليوتيوب إمم. مليان، بس هم بيعملوا كده ليه؟ بيعملوا كده مش فقط عشان إن هم يقدروا إن هم يكسبوا ويربحوا، ولكن عشان psychology بسيط جدًا، أعتقد برضه في كتاب اللي هو اسمه influence، واحد من الكتب العظيمة جدًا، اقراه من صح. الجلدة للجلدة لو بتسألني يعني. خطير. هي Yes. هي فكرة إن أنت لو قدّمت حاجة للناس، الناس هتبقى حابة إن هي تقدّم لك نفس الشيء اللي هي الكارما، أوكي؟ بيسموها reciprocation أو reciprocation. إن أنت لو قدّمت حاجة للناس، الناس هتحب تقدّم لك نفس الشيء. لو إمم. ساعدت حد، هتحس إن الشخص ده هو كمان عايز يساعدك، لإن دي طبيعة بشرية، أوكي؟ فدي إمم. واحدة من الحاجات اللذيذة جدًا والجميلة جدًا، ولو أنت عملتها هتحسّسك بحلاوة الbusiness، لإن أنت بتgive، وخاصةً لو ده بقى نابع منّك، سيبك بقى أنت هتبيع والّا مش هتبيع، ولكن طول ما أنت بتgive more في وقت معيّن هييجي لك رزقك. فدي ال5 حاجات. أنا عملت PDF لو حابة إن إحنا نبُص عليهم ونلخّصهم يا يا صافي. ريت نلخّصهم سريعًا ونشوفهم visually. كده تعالي نلخّصهم مع بعض، إن هو how to get clients من غير ما تبيع. أول حاجة اتكلّمنا عليها إن أنت shift العقلية بتاعتك من selling لsolving أو serving. تاني حاجة اتكلّمنا عليها على الpersonal branding. وتالت حاجة اتكلّمنا عليها على فكرة الsoft selling psychology، طبعًا الكتاب العظيم اللي هو influence. وبعد كده اتكلّمنا على إزاي تعمل irresistible offer، إحنا هنحُط كمان الlink بتاعه جوّه الdescription، والPDF ده هنحُط الlink بتاعه جوّه الdescription. بالإضافة إن أنت lead with service أو lead with giving أو give first خلال بقى PDF webinars بتعملها. وده الشكل اللي أنا قُلت لِك عليه الvalue canva أو value proposition canva، ممكن الناس تبحث إمم. عنه، حطيت اللينك بتاعه هنا اللي هو بيشرحها أكتر، فممكن الناس تبحث عنه. لو أنت عندك product اعمل عليها، خُد دي، هو أعتقد GPT فاهم يعني إيه value proposition canva، فقُل له إن أنا عندي الproduct بتاعي كذا ومحتاج إن أنا أعمل value proposition canva، هو هيعمله لك. وزي ما أنتِ شايفة حلقة الوصل دي هي حلقة الوصل ما بين العميل واحتياجاته، وما بين الproduct بتاعك والfeatures والbenefits. فحلقة الوصل دي اللي بيسموها إيه، الproduct market fit. إمم. بس كده يا صوفي. أوكي، هايل.
هايل. thank you so much يا مروان على الdocument والrecap. الrecap ده كده تحس إن هو إيه، رتّب المعلومات اللي إحنا قُلناها في الحلقة، فتhank you so much for this recap. زي كل حلقة بنقول لكم إحنا بنقول معلومات كتيرة أوي، نتمنى إن أنتم تستفيدوا منها وتطبّقوها. شكرًا جدًا ليكم ونشوفكم في الحلقة الجاية من هواية business.